يا لهوي على الحر يا جماعة، اقسم بالله حر صعب، حر غريب. احنا ماشيين في قطعة من جهنم، قطعة من جهنم كده متسلطة علينا. جو صعب جدا يا جماعة، ويا ريت الناس كلها تاخد بالها من أشعة الشمس، ويا ريت الناس تاخد بالها من نفسها، لأن بصراحة الوضع صعب والجو صعب جدا. فربنا يستر على الناس كلها. وأنا مش عارف البني آدم اللي بيحب الصيف، أنت بتحب الصيف على إيه؟ يعني أنا مش شايف أي حاجة حلوة في الصيف عشان تحبه عليه. فربنا يستر علينا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، في ضم حضراتكم، يا رب الجميع يكون بألف خير وصحة وسلامة يا رب. هتكلم معاك في 3 مواضيع. الموضوع الأولاني حلم جمهور الأهلي، الموضوع الثاني مهيب عبد الهادي ما تعرفش عايز إيه من الأهلي، والموضوع الثالث عقلية غريبة. قبل ما ابدا بس معاك الفيديو، يا ريت يا جماعه ان احنا نكتر من الدعاء لاخواتنا في فلسطين، يا رب انصرهم، يا رب احميهم، يا رب اجعل النصر حليفهم، يا رب الفرج من عندك. موضوع صعب جدا والله العظيم، ما فيش معانا اي حاجه نقدر اللي احنا نساعد الناس دي بها غير ان احنا ندعي لهم. يا جماعه ما حدش يستهين بالدعاء، الدعاء سلاح قوي، وده الحاجه الوحيده اللي انت تقدر تملكها. على قد ما تقدر تقاطع، على قد ما تقدر تساعد الناس ديت في الدعاء ساعد، يعني ربنا يسترها معاهم يا رب. نبدأ الكلام. بس الموضوع الأولاني قلت لك حلم جمهور الأهلي، خلاص بعد وضع حجر الأساس من 3 سنين حلم جمهور النادي الأهلي بيتحقق. عايز أقول لك إن النادي الأهلي بيرجع للتدريبات خلال بعد يومين، بعد ما أخذ راحة 8 أيام بعد حصول النادي الأهلي على البطولة رقم 12 من دوري أبطال أفريقيا. كان مارسيل كولر إدى 8 أيام للاعيبة أجازة، فبعد بكره ان شاء الله بيرجعوا للتدريبات. لكن النهارده الحدث المهم، الحدث الاهم النهارده اجتماع داخل النادي الاهلي لمناقشه عده قرارات، من اهمها والقرار الاولاني الكلام او الحديث على بناء استاد النادي الاهلي. انا قلت لك من 3 سنين بالظبط النادي الاهلي كان وضع حجر الاساس علشان يعمل استاد الاهلي، لكن في خلال ممكن يوم الثلاث او يوم الاربع النادي الاهلي يبدا البناء في استاد الاهلي. عايز اقول لك ان في 3 شركات تم التعاون بينهم. عايز اقول لك ان الملعب هيكون ملعب ضخم كبير جدا، عباره عن ملعب كبير هيكون مساحته 50,000 متفرج او 60,000 متفرج. عايز اقول لك ان الملعب هيكون فيه ملاعب فرعيه، هيكون فيه مستشفى، هيكون فيه متحف، هيكون فيه فندق ضخم كبير جدا للفرق اللي جايه تلاعب الاهلي، اللي هم هينزل الاقامه بتاعتهم في الفندق ده. طيب في كلام كتير عن نقل دولاب النادي الاهلي، دولاب البطولات بالنادي الاهلي هيتم نقله وهيروح فرع الشيخ زايد. في ناس كتيرة مفكرة ان بطولات النادي الاهلي في الدولاب ده بس، لا، ده في بطولات كتيرة جدا في مخازن النادي الاهلي. علشان كده النادي الاهلي في الملعب الجديد او استاد الاهلي عايز يعمل متحف، المتحف ده هيتحط فيه بطولات الاهلي. بطولات الاهلي هتروح، الدولاب بتاع الاهلي هيروح فرع الشيخ زايد، والبطولات اللي فيه والمخازن اللي فيها البطولات هتتحط في المتحف بتاع النادي الاهلي. طبعا ده حاجة جميلة جدا، ودي حاجة ما تلاقيهاش غير في النادي الاهلي، وحلم جمهور الاهلي بيتحقق. طبعا الناس كلها عارفه، يعني من العجب ان النادي الاهلي وفرقه بحجم النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي ما يكونش عنده استاد باسمه، لكن الحلم بيتحقق، وان شاء الله النادي الاهلي يقدر اللي هو يحقق حلم جماهيره ونشوف استاد الاهلي. طيب برضه الاجتماع النهارده مع مجلس الاداره في كلام لعده قرارات، يعني هيكلموا فيها بجانب استاد الاهلي، لا هيكلموا كمان على قرارات اللعيبه، مين ماشي، مين جاي، مين رايح. في بعض القرارات النهارده هتتاخد. طيب فده بقى الحاجه اللي انا عايز اتكلم معاك فيها في الموضوع الثاني. مهيب عبد الهادي انت ما انتش عارف هو عايز ايه من الاهلي. يعني هل مثلا MBC مصر لما اتعادت مع مهيب عبد الهادي قالت له انت كل شغلك الكلام على الاهلي؟ يا جماعه احنا النهارده 1/6، يعني لسه معانا 5 ايام عن ماتش المنتخب. انا اللي اعرفه ان المفروض يكون في دعم للمنتخب، اللي اعرفه انه يكون الفتره ديت الكلام كله على المنتخب، لكن واضح جدا ان مهيب عبد الهادي وهو بيمضي العقد مع MBC مصر، من ضمن العقد في بند بيقول لك لازم كل يوم تتكلم على الاهلي. ما انتش عارف.
فانا معاك اتكلمت امبارح قلت لك ان في 3 4 لعيبه ومهيب عبد الهادي باعهم كده، قال لك رحيل امام عاشور، رحيل كهربا، رحيل عبد القادر، رحيل محمد عبد المنعم، الناس كلها عايزه تمشي، الناس كلها ما اعرفش ايه. هو مهيب عبد الهادي اكل عيشه كده، يعني هو واضح اللي هو شاف ان الكلام على الاهلي بيجيب له ريتش عالي، فخلاص قال لك انا استمر في الموضوع ده. فهو خلاص مهيب عبد الهادي بقى بيدخل الاستديو، النهارده هنتكلم ايه على الاهلي، النهارده ايه اللي حصل في الاهلي، يعني هي الناس بتجهز له كده الورق اللي هو يتكلم منه بيطلع يقول. فامبارح كان جايب كابتن ايهاب الخطيب، فاتكلم معاه قال له طب مين اللي ماشي، مين اللي رايح، مين اللي جاي. يعني هو برضه يعني من بعد ما هو قال لك الكلام ده في الحلقه بتاعته اول امبارح اللي رحيل 4 لعيبه، برضه خلاص يعني ما سكتش. جاب ايهاب الخطيب عايز يعرف مين منه ماشي، عايز يعرف الاهلي جاب مين، الاهلي بيتفاوض مع مين، طب مين الاقرب للرحيل. يا جماعه ما فيش مسؤول يقدر يخرج يتكلم يقول لك فلان ماشي وفلان قاعد. يا جماعه هي الناس ديت يعني التفكير بتاعها ايه؟ ما فيش واحد هيقدر يطلع يقول لك ان فلان ماشي وفلان جاي، او هيقول لك مثلا الاهلي بيفكر في كذا. يعني هو امبارح كابتن ايهاب الخطيب قال له بعض الحاجات اللي هو مثلا اللي الناس كلها عارفاها، لان هو برضه زي ما قلت لك ما فيش حد هيقدر يخرج الكلام كله، والراجل ما عندوش الصلاحيه اللي هو يقول لك فلان جاي وفلان ماشي، لانه مش صاحب القرار. يعني قال له طب الاهلي مثلا بيتفاوض مع مين؟ قال له طب مكوينه، قال له طب كوناتيه، طب صفقه اللي جايه من سويسرا. قال لك في وكلاء بيتكلموا في الحاجات ديت، يعني مش شغل ايهاب الخطيب، يعني هو ده مش شغله. يعني الحاجه الحلوه في الاهلي ان كل واحد عارف دوره ايه، ان ممنوع حد يتكلم في حاجه ما هياش شغله. وده خلينا نرجع معاك للذاكره ان كابتن حلمي طولان كان طلب لاعب من الاهلي، وكان يتكلم مع كابتن سيد عبد الحفيظ. فكابتن سيد عبد الحفيظ قال له ايه؟ قال له اولا بترجع للاداره، ثانيا انت في مدير تسويق او في كابتن امير توفيق تتكلم معاه. الميزه في الاهلي ان كل واحد له دور، كل واحد له وظيفه، ممنوع ان حد يتعدى على وظيفه التاني. فانا بقول لك ان ايهاب الخطيب مش هيطلع اي حاجه. فمهيب عبد الهادي عمال يقول له طب مين اللي جاي، طب مين اللي ماشي. اداله بعض الحاجات اللي الناس كلها عارفاها، اللي قال لك خلاص موديست ماشي، كريستو لسه ما فيش قرارات جديده لكن بنسبه كبيره ماشي. قال له طب مين اللي جاي؟ قال له ما اعرفش. قال له النهارده في الاجتماع هتشوف بعض القرارات من ناحيه اللعيبه، الاهلي مثلا هيتفاوض مع مين، الاهلي جاي مع مين. وانا بقول لك والله يا جماعه ما فيش حاجه لسه اتحسمت رسمي. انا هو واحد انا يعني ماليش علاقه مثلا باداره الاهلي، وما انا مش مسؤول في الاهلي ولا انا مدير تسويق ولا اي حاجه، بس من اللي احنا بنشوفه على مدار السنين اللي فاتت انت لسه يعتبر في نص الموسم بالنسبه للاهلي. وبعدين دلوقتي انت لسه النهارده 1/6، ما فيش حد فتح انتقالات، ما فيش حد فتح اللي انت مثلا اتصالات لاعيبه جايه لاعيبه ماشيه. كل الانديه دلوقتي يا جماعه في اجازه، كل الانديه دلوقتي في اجازه خلاص. انت النهارده يعتبر في نهايه الموسم، يعني عندك النهارده دوري ابطال اوروبا بتنهي الموسم بعد كده، امبارح كاس الملك بتاع السعوديه خلاص الموسم انتهى. فالفتره اللي جايه هي فتره اجازات، فما فيش حد يقدر يقول لك انا بقى عايز اللاعب ده ولا اللاعب ده ماشي ولا اللاعب ده جاي، انت لسه. لكن عندنا في مصر العقليه مختلفه والوضع مختلف. يعني حتى كمان قال له طب بالنسبه لمحمد عبد المنعم ماشي ولا مش ماشي، طب جاي ولا مش جاي. قال له لحد الان ما فيش اي قرارات، ما فيش اي عروض رسميه. قال له طب بالنسبه للاعب عمل تويته وما اعرفش ايه. بصوا يا جماعه بالنسبه لقصه محمد عبد المنعم، ومحمد عبد المنعم احنا عارفين اللي عقده ممتد لسنتين ونص، عقده كان فيه سنتين ونص، تمام. طيب محمد عبد المنعم احنا عارفين اللي هو اخد وعد من النادي الاهلي اذا جاله عرض كويس يليق باللاعب ويليق بالاهلي، الاهلي مش هيقف في طريق اي حد. والاهلي قبل اللاعب ما يخرج منه بيكون دارس الموقف بتاعه ويكون دارس العرض بتاعه كويس. فمحمد عبد المنعم لحد الان ما فيش عروض. طيب في صوره طلعت اللي هي بتاعه ترانسفير ماركت اللي جات لك اللي محمد عبد المنعم خلاص رايح موناكو الفرنسي. يا جماعه هي مش كل الحاجات اللي انت تشوفها في النت اكيده. يعني انا افتكر ان ترانسفير ماركت من الكلام ده من بعد افريقيا كان باعت مكوينه للاهلي خلاص بشكل رسمي.
يعني بقول لك ان مكونه لحد الان ما انتش عارف. يعني في ناس يقول لك ان مكونه الاقرب هو او محمد علي بن رمضان في حال رحيل ديانج، في حال رحيل ديانج، فاحنا لسه مش عارفين ديانج ماشي ولا قاعد. ما هو معنى ان ديانج يقعد خلاص الاثنين لاعيبه ما هماش جايين. طيب ديانج هيمشي فهنشوف مين جاي. فلحد الان مفيش كلام اكيد، مفيش كلام رسمي. فبالنسبه لمحمد عبد المنعم وترانسفير ماركت، انا قلت لك ترانسفير ماركت قبل كده من بعد افريقيا 2001 شهر 1 ولا شهر 2 هي باعت مكوينه للاهلي. طب احنا دلوقتي في شهر 6، هل مكوينه جه؟ ما انتش عارف. هل مثلا ترانسفير ماركت بتبقى عندها الخبر قبلها ب4 شهور؟ ما تعرفش. فكل الحاجات اللي بتحصل على السوشيال ميديا كلها اجتهادات صحفيه. كل ده كل واحد حابب اللي هو يجتهد، لكن لسه ما فيش اي حاجه اكيده. وانا قلت لك ان الاهلي ممنوع اللي هو يفتح بطن الفرقه في نص الموسم. بالنسبه للدوري عندنا في مصر يا جماعه احنا يعتبر لسه في نص الموسم. طيب النادي الاهلي الموسم اللي جاي عنده 8 بطولات، عنده 8 بطولات، عنده دوري، عنده كاس، عنده سوبر، عنده افريقيا، عنده سوبر افريقيا، عنده انتر كونتيننتال، كاس العالم للانديه، عنده دوري السوبر الافريقي. فهل النادي الاهلي بدل ما هو بيدعم الفريق علشان الانتر كونتيننتال وعشان كاس العالم 2025، لا انا افضل الفرقه؟ ما تعالى نحسبها بالعقل. تعالى نحسب الدنيا بالعقل. انا دلوقتي عندي بطولات قويه جدا و8 بطولات الموسم اللي جاي، يبقى مطلوب مني ان انا ادعم الفريق، مطلوب مني ان انا اقوي الفريق، مش ان انا افضل الفرقه. طيب ما هو ده برضو مش دليل ان مثلا في صفقات راحه او جايه، لا ممكن تلاقي في صفقات راحه او جايه، بس لسه ما فيش حاجه رسميه، لسه ما فيش حاجه اكيده. طيب كابتن ايهاب الخطيب طلع وقال لك ان احنا يعني الاهلي، يعني مهيب حب يساله سؤال، قال له طب زيزو كان معروض على الاهلي، او الاهلي كان بيفكر في زيزو، او الاهلي طلب زيزو؟ قال له ما فيش فرقه ترفض زيزو. وانا بقول لك اهوت ما فيش فرقه ترفض زيزو. والاهلي اتكلم مع زيزو في وقت ما. الاهلي اتكلم مع زيزو، والمفاجاه ان زيزو كان موافق على عرض وقتها. زيزو وافق على عرض الاهلي وقتها، لكن خلاص وقتها الامور مشت، اللاعب ما تعرفش ايه اللي حصل بعد كده، الصفقه ما جاتش، ما تمتش، كانت موافقه مبدئيه. طيب فيا جماعه ما فيش حد هيقعد يقول لك الفرقه مين ماشي ومين جاي. فانت ما تعرفش مهيب عبد الهادي انت عايز من الاهلي بجد والله. طيب النقطه الاخيره اللي عايز اتكلم معاك فيها علشان انا مش حابب اطول في الفيديو، عقليه غريبه. ادينا بس ايه اشرب بقى ميه عشان الجو اقسم بالله حر قوي. عقليه غريبه يا جماعه والله العظيم. انت ما تعرفش الناس ديت بتفكر ازاي، الناس ديت بتبقى دماغها فين وانت بتقول الكلام ده. احمد سليمان عضو مجلس اداره النادي الاهلي، واحمد فتوح لاعب الزمالك، لاعب الاهلي يعني. هو لاعب كويس احمد فتوح، وانا من ضمن الناس كنت كنت اتمنى احمد فتوح بتيشيرت الاهلي عشان اكون معاك صريح. لكن خلينا الاول في احمد سليمان. احمد سليمان ما انتش عارف والله العظيم عقليته تبقى فين. احمد سليمان قال لك من حق، او انا اتمنى ان الكاف يغير اللوائح ويضم بطل الكونفدراليه يشارك في كاس العالم للانديه. واحنا شفنا ان قوه نهضه بركان ما تعادل قوه الترجي. انت عشان بس تعرف الناس ديت مفيش عقليه يا جماعه. مبدئيا الكونفدراليه عمرها ما هتتساوى بدور الابطال. وهنا احمد فتوح لما قال لك ان مباراه السوبر هتكون طار لنا وهتكون بطوله قصاد بطوله بيقارن بالتسعه، يا جماعه والله العظيم بطوله التسعه لها وضع تاني. البطوله في دوري ابطال افريقيا ما تعادلهاش اي بطوله. يعني حتى الشوالي قال لك ده نهائي وبطوله ما تعادلهاش اي بطوله. يعني خدت كاس السلطان حسين، خدت الدوري، خدت كاس القاهره، خدت ما اعرفش ايه، دي بطوله حاجه خاصه. فما حدش يطلع يقول لك ان بطوله السوبر افريقيا بين الاهلي والزمالك لو الزمالك كسب يبقى بعادل يبقى بعادل القضيه. ما مستحيل يا جماعه، بطوله القضيه ما فيش بطوله تعاديها.
ومفيش بني ادم عاقل يقول لك ان بطوله القاضيه هتبقى زي السوبر، او ان انا لو خدت السوبر يبقى انا كده ايه خلاص يعتبر خدت منك يبقى عادل زي ما انت خدت منه القاضيه. يا جماعه مفيش وجه مقارنه بين القاضيه والسوبر. نهائي دوري الابطال مختلف تماما عن نهائي السوبر. دوري الابطال هي البطوله الاعلى، هي البطوله يعني تسويقيا اعلى، مكافآت اعلى. فما فيش حد يقول لك ان السوبر يعادل دوري الابطال. نرجع تاني لاحمد سليمان. احمد سليمان انت ازاي عايز تخلي الكاف يغير اللوائح علشان انت واخد الكونفدراليه تروح تلعب كاس العالم للانديه؟ اما النهارده البركان يعمل ايه؟ ما هو خد الكونفدراليه قبل كده. يا جماعه الناس دي تبقى عقليتها فين؟ الناس دي بتفكر ازاي؟ انت ازاي مسؤول في عضو، ازاي مسؤول في الزمالك؟ يا جماعه الناس دي المفروض العقول تتغير، المفروض التفكير يتغير. ده بدل ما انت مثلا تقول ان انت تغير من العقليه عندك، وبدل ما تقول ان انت تغير من الفريق عندك وازاي تلعب، وازاي تعمل تدعيمات للفريق، وازاي توصل للاعيبه ديت وتدخل دماغ اللعيبه ان انا لازم العب دوري ابطال افريقيا، وان انا لازم ازاي اخد دوري ابطال افريقيا عشان اروح العب كاس العالم للانديه. ده لو انت مسؤول انت عايز يعني مهمه النادي، او انت عايز يعني مصلحه النادي. ازاي اوصل للاعيبه ديت ان انا الزمالك ما ينفعش العب في الكونفدراليه، لا انا العب في دوري الابطال واخد دوري الابطال عشان العب كاس العالم. مش ان انا مثلا اسهلها على اللعيبه واروح اقول لك لا الاتحاد الافريقي لازم يغير اللوائح علشان بطل الكونفدراليه يلعب في يلعب في كاس العالم للانديه. ازاي يا جماعه؟ يا جماعه انتوا بتفكروا ازاي؟ العقليه مش هيتغير. انتوا عقليه غريبه، عقليه غريبه، ما انتش عارف الناس دي بتبقى دماغها فين. يا جماعه دوري الابطال لا يقارن بالكونفدراليه. الكونفدراليه لو خدتها 100 سنه ورا بعض مش هتوديك لحاجه. كونفدراليه ما تلعبكش كاس عالم. كونفدراليه لو خدتها 100 سنه ورا بعض بتقول ان انت معاك 100 كونفدراليه وهتزود لك شويه نقط في التصنيف في الاتحاد الافريقي. لكن مستحيل تلعب كاس عالم وانت بطل كونفدراليه، مستحيل. يا جماعه الناس ديت صعب، الناس دي عقليتها صعبه جدا والله بجد. الناس دي محتاجه العقليه بتاعتها تتغير. ف هقول لك ايه انت متخيل مثلا لما يكون رب الاسره كده، متخيل لما يكون عندك عضو مجلس اداره بيفكر بالتفكير ده، فانت مستني ايه من اللعيبه؟ ما انتش عارف. ده كان كل اللي معانا النهارده، اشوفكم على خير فيديوهات تانيه ان شاء الله. السلام عليكم.